تعالى افهمك ميزه كل جهاز فيهم ايه ونحكي الحكايه مع بعض. تمام. نبدا بالاوبو الاي 3 اكس عشان في ناس كتير قوي بتحب الاسم ده وبقى محشوق عند ناس كتير قوي الاسم ده. الاوبو ركز معايا، الاي 3 اكس كل الاجهزه دي ضد الصدمات والميه، بس من اقوى الاجهزه فيهم مع التجربه والاستخدام في الصدمات الاي 3 اكس. ركز كده معايا، والله شاشته معلها سكرينه. انا بعمل التجربه دي ولو اتكسر انا اتحمل مسؤوليه. بص كده معايا، شايف الجهاز واقع ازاي معاك والشاشه اهي سليمه. اكتر جهاز فيهم بيتحمل معاك الصدمات. في واحد عادي الشاشه اهم حاجه ما بيتكسرش بيدور على جهاز يتحمل الصدمات. نيجي للفيفو الواي 19 اس. الواي 19 اس حكايته حكايه. تمام. وعلى فكره نسيت اقول لك معلش، الاي 3 اكس في الثلاثه اعلى شاحن. الاي 3 اكس بيشحن معاه 45 واط. تمام. الواي 19 اس بيميزك في الميه وبيميزك في الصدمات، نازل الحمايات دي كلها، بس ده اقوى جهاز فيهم للصدمات. بص، وبيميزك في الشكل بتاعه حاجه تحفه زي ما انت شايف. ده الفيفو الواي 19 اس بيميزك، بيديك بطاريه عملاقه 5500 امبير. تمام. بيديك الشاشه بتاعته 1000 شمعه، السطوع بتاعها 1000 شمعه، يعني اكتر دقه وضوح في الثلاثه في الشاشه. تمام. ايه بقى عيب الفيفو الواي 19 اس؟ بيشحن معاك 15 واط. احنا قلنا الاي 3 اكس بيشحن معاك 45 واط. تمام. طبعا الريلمي نوت 50 بعيد عن المنافسات دي، بس الميزه بتاعته نوت 50 وانا جربته لك، اكتر جهاز فيهم بينزل معاك ميه، وانا ممكن اعمل لك تجربه ميه. وفي النهايه عشان نتكلموا بما يرضي الله، انا عمري ما اديك الجهاز ضد الميه على مسؤوليتي، عشان الشركه بتنزله لك ضد الميه والكاس، بس ولا بتضمن لك ميه ولا بتضمن لك كاس. تمام. بص، لو انت بتشتري جديد النوت 50 النسخه ال 128 ب 5000 ونص، والاي 3 اكس ركز في الاسم ده الاوبو اللي الناس بتحبه، لو بتشتري جديد النهارده ب 6400 النسخه ال 128 ورامات 4 برضه. وده النسخه الستة وال 128 الفيفو الواي 19 اس لو بتشتري جديد ب 6800، ولو بتشتري النسخه رامات 4 ومساحه 128 بتشتريه ب 6300. تمام. اهم حاجه تكون انت ايه فهمت الشرح من الفيديو، واهم حاجه ايه تصلي على النبي.